اهلا ومرحبا بكم الناس الكل في بودكاست بوديوم اللي باش نستضيفوا فيه في كل حلقة بطل من ابطالنا في مختلف الرياضات. ضيفنا اليوم هو بطل في رياضة الباور ليفتينج، توج بالعديد من الألقاب المحلية والدولية. 6 مرات بطل تونس في بطولة الباور ليفتينج، 10 مرات بطل تونس في بطولة الويت ليفتينج، متحصل على المركز السابع في بطولة العالم تركيا 2022، وتوج ببطولة افريقيا في مناسبتين. ضيفنا اليوم هو مثال يحتذى به وقصة نجاح. مرحبا بك الياس. أهلا بك. به، نبداو من الاول الياس، وقول لنا كيفاش دخلت العالم الرياضه، خاصه وانه برشا منكم ما يعرفوش انه البدايات كانت مع رياضه رفع الاثقال. أي كنت إكس نعمل ويت ليفتينج. اها. بديت المسيرة متاعي من 2010. اها. معناها من الصغير تعديت بالأصناف الكل، الشبابية، من اللي بديت من ليكول مينيم كادي جونيور حتى لو وصلت سنيور تو. وهذا هو معناها شنو هو. نبداو من الاول الياس، قول لنا كيفاش دخلت الى عالم رياضه رفع الاثقال والباور ليفتينج، خاصه انه ممكن برشا عباد ما يعرفوش انه الياس كان اختصاصه من الاول هو رفع الاثقال. أي رفع أثقال اللي هو قريب للباور ليفتينج، معناها اها. قريب في لي بروغراماسيون والكل. بديت في الأصناف معناها متاع الشبابية، كيف بدينا من ليكول للمينيم كادي للجونيور حتى وصلنا للسنيور توا. اها. الحكاية بديت معناها من المكتب، نمشيو فما الصالة في الحومة في المنيلة، نوجه لها تحية جمعيتي، اللي هي كانت سبب معناها في وجودي تو في معناها في المحافل الدولية والإقليمية. الحكاية بديت 2010. 2010 كيكا بدينا معناها نتعلموا في التكنيك من الأول. اها. معناها تتعلم التكنيك، يعملوك دي تيست متاع السوق كيف تعمل جامب ويشوفوا لك المرونة متاعك، معناها الموبيليتي متاعك كيفاش تكون باش تنجم تقدم معناها في البرفورمانس متاعك. اها. بديت المسيرة متاعي، ديما بطل تونس من اللي أنا صغير. جيت مرة في المينيم، جيت دوزيام، معناها خديت ميدالية فضية. ومن وقتها ما تبدلش لون الميداي لتوا، الحمد لله، فهمتني. الحمد لله. مهم. به، اليوم برشا عباد ما تعرفش كيفاش الرياضي اليوم يحضر في رياضة رفع الأثقال للتمارين. كيفاش يصير تحضير اللاعب اليوم في رفع الأثقال؟ كيفاش يحضر اليوم التمارين؟ شنو هي الماكلة اللي لازم ياكلها؟ مهم. شنو هو الحاجات اللي بالحق لازم تكون موجودة في حياته؟ وشنو هو الحاجات اللي لازم زادة يبعد عليهم من ماكلة، من ريتم دو في؟ اليوم برشا عباد ممكن ما عندهاش فكرة على رياضة رفع الأثقال وعلى رياضي في رفع الأثقال، كيفاش اليوم يعيش حياته. آه. الرياضي متاع رفع الأثقال هي حرب نفسية. باش نبداو نحينا من الماكلة باش تجي من بعد، هي في دو باز حرب نفسية بينك وبين بدنك، معناه المونتال متاعك وبدنك باش تعمل رياكسيون مع البار. الرياكسيون متاع البار العباد تشوف تهز في 2 سكوند ولا 3 سكوند، تقول شنيا وهزوا سي بون. لا، هذه راي حرب نفسية تتبني على مراحل في التدريب متاعك. التدريب باش يكون مقسم الأكثر من مرحلة. المرحلة النفسانية باش تحس روحك تعب نفسانيا، مرحلة أخرى باش تحس روحك موتيفي، مرحلة أخرى باش تحس روحك لازمني نمشي نفك ونحارب ونفك الميداي هذيك. وكي نجيو نحكيو بصفة عامة أي سبور، نبدأ بالحاجات النفسية. الحاجات النفسية هي أهم حاجة، من بعد نمشيو لحكاية الماكلة وشنو لازمنا لي ماكرو ناكلوهم والكل. هاي اي في الماكله باهي. مثلا، شنو هما الحاجات اللي لازم تاكلوهم والحاجات اللي لازم تبعدوا عليها؟ الماكلة دو باز لازم تكون مقسمة ومنظمة، اللي هي أغلب الرياضيين تو ماهوش باش يوصل يوفر الحاجيات المادية، معناها الحاجيات متاعه من الماكلة. خاطر صعيبة شوي وتحس روحك هكا ماكش تعطي في البلوس وساعات تحس روحك مقصر في البروتين ولازمك تزيد في الكارب ولازمك تطيح في الفات. معناها مهم. الحكاية مربوطة انه لازمك تجيب لي ماكرو متاعك في نهارك لو ماكسيموم. تحاول تقسم الوجبات متاعك ل6 ل7 وجبات. المهم توصل لي ماكرو متاعك، معناها النمبر دو كالوري توصله حتى ليوفى النهار. خاطر باش توصل تهز شارج كبيرة، نحكيو على 300 كيلو، نحكيو على بيرفورمانس
تخليك اقوى معناه كل يوم تكون فما فيرسيون اقوى من اللي قبلها فهمتني. به مهم. هذه بالنسبه للماكله. بالنسبه للمشروبات مثلا، هل مثلا لاعب اليوم في رفع الاثقال نجم يشرب جازوز كيما العباد، نجم مثلا مهم. يشرب مثلا جو حاجات سكريه كيما هكايا، والا مهم. محرمين عليه استخدام مومون معنا؟ هو شو هو من قبل يقولوا هنا والدينا الجازوز يعمل هشاشة العظام. معناه شو العقلية نتاع الرياضي ماذا بيه دو باز يبعد على الجازوز، يبعد على المشروبات الغازية، يبعد على المشروبات الكحولية. خاطر تحب ولا تكره نحكيو على بيرفورمانس، نحكيو على ميوسكل وعظم وبرشا قوة. كيفاش باش توصل توفرها يعني معناه توصل توفر ماذا بيك ديما كالحاجات الاكسترا تبعد عليهم، حتى الوجبات الخفيفة توصل تبعد عليها أكثر. مثلا اللاعب اليوم ما عندوش الحق مثلا ياكل ملاوي، ياكل ملوخيه، ياكل كسكسي، ياكل والله اللوبيا، آه ياكل المقرونه مثلا مش اليوم؟ ما عندوش الحق، ما عندوش الحق، هذه امبوسيبل. الناس الكل تشتهي والكل، اما ماذا بيك تنقص لو ماكس. مثلا انا نبدا عندي بريباراسيون لازمني نوصل لها، معناها تبدا عندك اوبجيكتيف تحب توصل له، وانت مربوط بكاتيجوري معناها متاع دو بوا معين لازمك لا تطيح تحت ولا تطلع فوقه. ماذا بيك تكون محسوبة ومريقلة. كي محسوبة ومريقلة نبعدوا على حاجات الاكسترا اللي هي ملوخية والملاوي والحاجات هذيك الكل، اللي هي كل ما نخرج انترفيو يحكيوا لي على الملوخية والملاوي. به شنو هي الحاجات اللي تساهم في نجاح اللاعب في رياضه رفع الاثقال؟ باش توصل لازمك تفوت البارير متاعك، معناها تفوت انت تربح الكوبيتسيون بينك انت وروحك. معناها كيف الكوبيتسيون راهي هي معركة من داخل، كومبا انتريور باش توصل. معناها تخمم في ديتيتر كبار، أو معناها مش بالسهل تقول انا مثلا نحب نوصل وكهو. اي اوصل ووريني هات الخدمة. فهمت الآليات انت وشنو تستحق. نبداو اولهم الحاجات المادية. الحاجات المادية اللي هي لازم توصل توفر، معناه يصير لك توفير لماكلتك، السبليمون متاعك، حتى كيفية الديسبلين متاعك، باش حتى الراحة النفسية راهي أهم حاجة في السبور هذا. تنظم نومك، واللي هو أهم حاجة كي تحب نلمهم الكل الديسبلين هو أهم حاجة. معناها خاطر نحكي وراو ديما نعاودها شارج كبير. راك باش توصل تمشي للصالة ماكش باش تنفخ بيسابس ولا مع احتراماتي اللي يعملوا مسكولاسيون بالكل، اما راو ماشي باش تهز شارج كبير. يعني من الاخر باش توصل حتى للصالة، من تخرج من داركم باش توصل للصالة راي برشا تخمام وبرشا ديسبلين وحسابات. زاد نحكيو زاد كيفاش نوصلوا نهزوا الشارج والكل، راي فما حسابات وراها فهمتني. انت هذا حكيت على فلوس، حكيت مهم. انه اللاعب اليوم لازم يوفر شارج كبير من الفلوس باش اها. يوفر ماكلته. اليوم انا كلاعب مهم. هاوي في بدايه طريقي، مهم. قد شنو هو اللي لازمني مثلا في البدايات نبدا ناكل فيه، وشنو هو الشارج اللي لازمني نوفره باش مهم. نولي اليوم ندخل لطريقه الاحتراف؟ به تنجم تبدأ ستيب باي ستيب. شنو مثلا انا كنت نجم نوفر في نهاري 10,000، نحاول الجمعة اللي بعدها نوفر مثلا 15,000 في النهار باش نوصل نجيب حاجياتي الغذائية واللي اللي هما الحاجيات الغذائية اللي نحن لازمنا نوفروا الكربوهيدرات والبروتين متاعنا والفات اللي باهي. هم بالنسبه اللي يتفرج فينا ممكن ما يفهمش لي مو تكنيك هذوم. لي مو لي تكنيك. مو تكنيك هذوم مثلا انا اليوم باش نوفر مثلا فيتامينات معينه ولا بروتين معين، شنو اللي لازمني ناكل بالضبط باش نتحصل على البروتين هذاك بالذات؟ به نحكيو معناها البروتين الموجودين اسكو في الماكلة ولا في لي نحكيو على سبليمون. الماكله تو. الماكلة عندك الروز، البطاطا، البرغل. نحكيو على خاطر بالتونسي برشا عباد تفهم انه فما ديما ماذا بيك توصل تاخو حاجياتك الغذائية بأقل سوم. ما دامنا نحكيو كهاوي معناها بيان مازلت سور. معناها دو كاليتي، لازمك تلوج على الكاليتي بأقل سوم. اها. هذه دو باز. عندك في البروتين سكالوب، العظم، الحوت، فهمت، اها. اللحوم الحمراء الكل هذوما اللي لازمهم يكونوا متوفرين من الأول.
بالنسبة للفات عندك زبدة الكاكاوية، عندك زيت زيتونة متاعنا، تونس معروفة ديجا بزيت زيتونة، مهم. وهذا هو. الحاجات الأخرى فما برشا، راهو هي فما برشا سلسلة كبيرة، أما هذاما المهمين. بالنسبة للسوبليمون، باش مهم. توصل تجيب الحاجيات الغذائية متاعك، أقل حاجة في السبور هذا لازم يبدأ عندك الكرياتين. الكرياتين هو من أهم المكملات اللي هي باش تحافظ لك على البرفورمانس متاعك، سورتو في سبور دو فورس. نحكيو على رفع الأثقال والباور ليفتينج، فهمتني. به مهم. في تصريح من تصريحاتك قلت انك انت صار لك تحول من رفع مهم. الاثقال مهم. للباور ليفتينج على خاطر تظلمت في مم. رياضة رفع الاثقال. كنت تحكي لنا الحكاية كيفاش تظلمت، شنو اللي صار، أها. وشكون اللي ظلمك؟ بالنسبة لحكاية الظلم، هي يعني حاجة أقوى مني ومنك، إنه باش نوصل نجم نعبر عليها يعني. شنو يعني الحادثة اللي صارت بالضبط يعني؟ الحادثة صارت، السبب هو مشيت نلعب معناه في الباور ليفتينج، مشيت نلعب. هو رياضي محترف مهم. في منتخب، اللي هو أنا نجم نكون عندي بار كبير، نتحمل مسؤوليتي، معناه إنه أنا وصلت خرجت على السرب كيف ما يقولوا هما. مهم. أه بويسك الرياضي ديما معناه ديما ماذا به ديما بأكثر، يحاول يدبر أكثر فلوس، يحاول يدبر أكثر كوبيتسيونات باش يوصل يربح حاجات. هاي ما نكذبش عليك، السبب كان حكة كرياتين معناه في الوقت هذاك. كيفاش؟ يعني سمعت انه فما كوبيتسيون باش تتلعب، مهم. وما نكذبش عليك انا زاد في عمر 19 سنة، اللي هو كانت نقطة التحول متاعي. آه، معناه واحد ماذا بيه ديما اكثر كومبليمون، معناه لا عندك لا سبونسور لا حتى شيء. السبب اني انا مشيت نلعب كومبيتيسيون تاع باور ليفتينج، اللي هي باش تربح حكة كرياتين، اللي هي حكة كرياتين هذيك باش نبريباري بها للرفع الاثقال اللي خرجت منه. يعني الحكاية راهي مشيت في المصلحة، اما نتحمل مسؤوليتي اني وصلت مشيت نلعب خاطر خممت باش نرفع راية بلادي في أي محفل، معناه في رفع الأثقال ولا في الباور ليفتينج يعني. وشكون كان صاحب قرار يعني ابعادك من رياضة رفع الاثقال؟ مش إبعادي، أما هو مثلا فما قانون تمشيو به لفيدراسيون الكل، لازمك ما تمشيش تلعب في سبيسياليتي ما هيش سبيسياليتي نتاعك وانتي عنصر منتخب. خرجت، صار تقرير من معناه من المكتب الجامعي بصفة عامة والكل. بقيت رينيون معناه مع الستاف والكل. أه العباد تقولك انه الوقت هذاك مثلا كنت تغيب برشا. هو السبب ما كانش راهو على حقة الواحد، ولا خاطر انا اكثر انسان اللي يعرفوني عمري ما نغيب معناه على الانترينمون متاعي. يعيطولي الماكينة من الاخر في الصالة، اكثر انسان يترانا ندخل قبل صحابي نروح بعد صحابي. يعني وصلت زادة أثرت على قرايتي في الحكاية هذه، أما ما أثرت على قرايتي وفقت بالوقت. زادة نحكيو غرام. الغرام هو اللي باش يخرج لك أعز فيرسيون فيك، فهمتني. مهم. جاء القرار هذا أنه تخرج معناها من المنتخب وتشوف ثنيتك على روحك يعني، فهمت. وفي الوقت هذاك فما لاعبين يعني كبار في المنتخب وقتها معناها معاك في في الجروب، معناها اكيد ما وقفوش معاك، ما حاولوش يتكلموا، ما حاولوش حتى يعني مهم. اللجنه ما حاولوش تفهم السبب انه طفل صغير مشى يلعب في كومبيتيسيون اخرى باش يوفر حقه كرياتين باش يكمل مشواره في رفع الاثقال. هو والله غرامي ما نكذبش عليك، حتى كي مشيت باور ليفتينج يبقى غرامي رفع اثقال، معناها كي تحب نحكي هذيك حاجة دودة تبقى فيك، امبوسيبل تسيبها حتى وهي ظلمتك، وحتى هي غرقتك في حاجات ما كنتش تتوقعهم، فهمتني. أه باش ما نكذبوش ما فماش معناها سيبورت من حتى واحد باش نحكيو. زاد عمر 19 سنة شنو حتى صاحبك في المنتخب باش يقولك اختار راسي واضرب، معناها
خاطر هو زاد يخاف على روحه. فهمت. اما بالنسبه لي انا، مش يخاف على روحه معناه الدنيا مصيبه ولا لا. يخاف على روحه انه تنجم تصير له مشاكل، لو فات هو دافع، يقول لك انا شني ربحي يعني باش ندافع على صاحبي. فاهم. هذه هي تسمى النقلة اللي تبدلت، معناها اللي بدلت الياس رفع الأثقال والياس باور ليفتينج. من وقت هذاك آه، خرجت خرجت من المنتخب، ما كتفتش يدي. لقيت عباد معايا وقفت معايا اللي نشكرهم، هما برشا باش ما نبقاش ننسى العباد. وقفت معايا برشا رجال، واولهم عائلتي. معناها كي تحب نحكي، هو اقوى سيبورت هو لازم يكون من العائلة، وهما اللي خلوني لتوا انا واقف ولتوا الحاجة اللي انا باهي فيها. 2019 خرجت من المنتخب. 2020 نورمالمون كوفيد وقتها. مهم. 2021 كوفيد. 2022 نطلع نلعب في بطولة العالم في باور ليفتينج. باش ما وحققت نقول المركز السابع. كنت نطمح الخير، اما تحقيقي للمركز هذاك كان إجابة. راو تخدم تلقى، يعني ضحيت بسبور، ضحيت بغرام، جيت تلقى روحك عندك اسمك وقيمتك في سبور آخر. وفي نفس العام بعد بشهر مشيت نلعب بطولة افريقيا، نطيح رقم قياسي افريقي، اللي هو هذاك كان الموتيفاسيون الوحيدة اللي باش تخليك تكون اقوى ما فما. انا زاد باش ما نفوتكش بالحديث، راهو زاد كي طلعت لتركيا والمغرب باش نلعب بطولات معناها بطولة عالمية عالمية وبطولة دولية. أفريقية أي. المهم راهو مشيت باش نشرف بلادي ونخدم تصويرتي كرياضي. راهو خاطر تحب ولا تكره انك تكون رياضي، لازم توري للعباد شنو انت البراند متاع روحك. باهي. فهمت. برشا عباد اليوم ما تفرقش ما بين رفع الأثقال والباور ليفتينج والوايت ليفتينج. شنو هي الفرق بين ثلاثة باور ليفتينج والويت ليفتينج. ويت ليفتينج ها. والرفع الأثقال؟ ثلاثة حاجات. لا، الويت ليفتينج والباور ليفتينج. ورفع الأثقال لا، هو رفع اثقال هو الويت ليفتينج. هو الويت ليفتينج. ها. فهمتك. مع خاطر برشا عباد تسمع رفع أثقال، تسمع باور عبار. ليفتينج، تسمع ويت عبار ليفتينج، زاد. تسمع عبار. كل واحد يسمع حاجة ما يفرقش ما بيناتهم. شنو هي الفرق بين هذوما الزوز؟ باش نلخص لك لي دو سبور في حاجة واحدة. السبور رفع الاثقال اللي هو الويت ليفتينج، معناه فيه دو موفمون اللي هو السناتش والكلين اند جيرك. مهم. السناتش والكلين اند جيرك نحكيو على سرعة انفجارية تصير، معناه حاجة اكسبلوزيف. معناه نجمو تكنيك فيه السرعة وفيه الموبيليتي وفيه السرعة والموبيليتي والتكنيك هما أهم حاجات. معناه نحكيو على باش تهز شارج من البوان زيرو للبوان راو باش توصل تعملها في 2 سكوند. تقول انت شنو هذا؟ معناه نحكيو على سناتش وكلين اند جيرك هما الباز متاع معناه تحب نحصروه بين كي نعملو كومباريزون، نقول اللي الباور ليفتينج في معناه في القوة، والويت ليفتينج في السرعة. خاطر من هما حتى اللي بروغراماسيون باش تلقاهم قراب لبعضهم في معناه في مرحلة معينة في الويت ليفتينج تلقى روحك تخدم في بروغراماسيون تاع باور ليفتينج. فهمت. في مراحل راهو قلنا الويت ليفتينج هو معناه باش نحكيو على السرعة والتكنيك والمرونة. مهم. الباور ليفتينج باش نحكيو المرونة موجودة، ونحكيو على سبور القوة. خاطر كي تحب نحكيو سناتش وكلين اند جيرك، سناتش باش تلقى روحك في ميزاني انا باش نعطيك ارقامي انا باش تفهمني. ارقامي انا تلقاني عامل 130 سناتش، 170 كلين اند جيرك. في الباور ليفتينج فيه 3 موفمون اللي هو سكوات والبانش بريس والديد ليفت. هما هذاما باش يحدوا القوة متاعك في كل موفمون.
معناه الوان ريم متاعك يكون اقوى حاجه في السكوات، اقوى حاجه في الديد ليفت، اقوى حاجه في البنش بريس، اكثر حاجه باش تهز. معناه نحكيو على شارج 300 كيلو 320 كيلو، فهمت. باهي لهنا فما اختلاف في الشارج ما بين الويت ليفتينج مهم. وما بين الباور ليفتينج. مهم. هل ترى حتى في الحميه الغذائيه معناها في مم. طريقه يعني انه اللاعب باش ينظم ماكلته الزوز كيف كيف ولا فما اختلاف؟ فما اختلاف صغير في لي بورسنتاج. معناها كي نحكيو على الويت ليفتينغ هما الزوز راهم مربوطين بدوك. معناها يبدا عندك كاتيجوري دو بوا لازمك تهبط فيه. معناها عندك مثلا الويت ليفتينغ كاتيجوري نتاعك، الباور ليفتينغ كاتيجوري نتاعك، هذايا قسم معناها كيف كيف. بالنسبة لي بورسنتاج في الماكلة باش تكون متقاربة شوي. اما عندك الباور ليفتينغ باش تبقى عندك امداد على كامل النهار، لازمك توفر وجباتك 6 وجبات 7. الويت ليفتينغ باش نستحقوا صحيح نفس معناها لي ماكرو تستحقهم، اما دي بورسنتاج ممكن اقل ممكن اكثر حسب المرحلة التدريبية نتاعك، فهمتني. أه البدايات من بعد في هالشونجمون من مهم. الويت ليفتينج مهم. للباور ليفتينج كيفاش عشتوا؟ الشانجمون كان لي من الاول صعيب باش شنو اللي نحكيو. كان فيه صعيب؟ اللي كان فيه صعيب كنت معناها تخدم في سبور ياسر فيه سرعة. وديجا كي باش نفوتك بالكلام انه السرعة متاعي في الويت ليفتينغ والا التكنيك متاعي في الويت ليفتينغ الحمد لله اللي انا نراه من اعز دي تكنيك الموجودين، معناها بكل تواضع نقولها، هي اللي عاونتني اني يكون الشانجمون اللي تبدل خلتني نكون الحمد لله كاليبر صحيح في معناه في بلادي ومن اعز ما فما في تونس. خاطر انا ديما حتى كي نخرج في ديزانترفيو نحس وليت ما عادش نحب نحكي على روحي برشا نقول راني انا اعز واحد في تونس ولا حاجه. لا لا، انا ما فماش ديجا حكيتها مره، قلت راو مانيش خير من الناس، اما قدرة ربي باش نوصل خير من الناس. معناها ديما واحد يطمح الأكثر، فهمتني. لو مم. كان بقيت في رياضة رفع الأثقال هل مهم. كنا نجم نشوفوك ضمن أبطالنا في الرياضات الدولية كما مثلا الألعاب الأولمبية الأخرانية؟ وبكل تواضع نقولها أي. خاطر تو نحكيو تو نرجعوا لآخر بطولات لعبتها. آه عندي بوتنسيال اني توصل تخليني نقارع الأبطال متاع العالم الكل. على خاطر هي شنية راه حاجة من داخل. شفت الحاجة من داخل باش توريها للناس اللي هي حاجة قوية. هي حلمة باش توصل تتعب عليها، كيما نحكيو على الباور ليفتينج كيما نحكيو على الويت ليفتينج. جست انت يكون عندك الأرضية المتاحة انك باش تحضر اقوى بريباراسيون، فهمت، باش توصل تلعب كيما قلت انت في بطولات عالم وفي الألعاب الأولمبية. شنو أكبر الصعوبات اللي واجهتها في طريقك نحو النجاح في رياضة الباور ليفتينج؟ الصعوبات مادية الأساس، على خاطر تحب ولا تكره لازمك تنقص الضغط على داركم. زاد داركم يقريوا ويعملوا كذا، وزيد تكمل عليهم السبور اللي هو ت- نحكيو زاد السبور راو حتى واحد ما بشي من بيك من الأول. كيما كنت أنا دوب ما بديت ما يمن بيك حد. انا ديجا قبل كي نهبط فيديوهات في الفيسبوك يقولك شو المهبول هذا فاش يهبط. توا نحكيو على فيديوهات توري للعباد قصة نجاح حتى بريل متاع كان سكوند. معناها وليت الحمد لله ننسبيري في عباد، تجيني ميساجات تقولي راك تنسبيري فيا، كمل في طريقك هذا، راي قصتك محلاها، كمل. نحبوا القصة هذه تكملها بميداي في بطولة عالم ولا ميداي في بطولات دولية أقوى من اللي فهم. شكون أكثر شخص وقف معك في مشوارك الرياضي وشنو تحب تقول؟ أكثر شخص هو رأيي ما نجمش نربطها بشخص واحد. الأكثر.
ديما نلقاو في الترتيب فما شكون رقم واحد اثنين ثلاثة. موشو هي راي انتوراج متاع عائلة زادة. حتى في خاطر المنتخب العالي ديما تلقى فما شكون راهو ديما واحد السبورت اكثر من واحد. الأولاني، السبورت الأولاني راي أمك راي. خاطر أمك هي باش تجاري لك مشاعرك، خاطر نحنا سبور متاع سنتيمون تحب ولا تحب. ساعات يقول لك شنو معناه يهز في شارج هذيك وش بيه حساس. نحكيها للعباد الكل، أكثر عباد حساسين هما اللي يلعبوا في الإليت. عنده برشا طاقة من داخل، ماذا بيك ما تبربشوش، ماذا بيه الطاقة ذيك يوفرها للسبور وأكهو. يعني باش تلقى الوالدة معناها ربي يفضلها والوالد هما أهم سيبورت عندك. باش تلقى من بعد في الانتوراج نتاع الرياضة والكل معناها باش تلقى المدربين اللي تعديت عليهم. نحكيو زاد أنا ما بويسك قراب والكل عنا نور الحسناوي هو يتسمى أكثر إنسان قريب لي وقتها في يوم ما. مش في يوم ما ديجا قريب لي هو. عندك نور الحسناوي هو قريب لي معناه بخاطر ديجا كي بدينا نبداو من الصغرى مع بعضنا فرد حومة كذا معناه مهم. فما كوميونيكاسيون باهية. وهذاك الانتوراج تاع العائلة وكهو ذا هو معناه ديما انا ماذا بيا خاطر زادة تحب نحكيو عندك العائلة عندك الانتوراج عندك صحابك هما اهم حاجات معناه في الكارير متاعك. كيما زاد عندك اصحابك زاد ابطال اولمبيين في الالعاب الاولمبيه الاخرى. عندي صحابي عندي فراس عندي كرم بن هنية زاد صحاب معاه. فما برشا أبطال ما شاء الله عليهم. كيفاش آه، عشت اللحظات هذيك وقت تتويج اللاعبين التوانسه في الالعاب آه، الاولمبيه معناها الاخرانيه؟ والله شو أنا بويسك فراس وخليل ما شاء الله عليهم نتبع من قبل معناها أنا ديجا حتى كما نطلعش نلعب بطولة عالم ولا تلقاني سيبورتي في صحابي معناها اللي قراو معايا فرد ليسي اللي تقابلنا برشا اللي نعرفوا بعضنا. والله إحساس مش عادي كي تلعب بالرسمي في راس في البوديوم ولا خليل ولا واحد من الولاد كان فما توش محلاه إنه الإحساس نعرفوه خاطر تحب ولا تكره. الكلنا الكلنا جنود نلعبوا على الضرب. هذا هو نلعبوا عليه خاطر لو فيت تلعب على الضرب باش تحس بها اللحظة هذه وباش تحس بتحية العالم. وتنجيو نحنا للميداي متاعي اللي خذيتها في بطولة افريقيا الاخرانية. وراها بالرسمي حكاية طويلة حكاية طويلة وتنجم تموتيفي برشا عباد. احنا جايين ديجا، اما نتصور انه لاعب مهم. بطل تونس في رياضه رفع الاثقال بعد ما صار يعني التغيير هذاك، نتصور حتى شعور تتويج اصحابه يعني بالطفوله مهم. انه يكون شعور اكثر سبيسيال من حتى المتوج في حد ذاته. صحيح. خاصه انه يتمنى اكيد انه أكيد يكون في الكومبيتيشن هذيك معناها. تمنيت وباش نبقى نتمنى أما التمني للفاشلين لازمنا نخدموا على الحلم متاعنا. معناها كي تحلم اخدم على الحلم متاعك معناها كي نرى الولاد يتوجوا نفرح لهم ونبارتاجي لهم وهذا ما يكون الا اقل حاجة نجم نعملها ليزاتليت معناها الكل اللي نعرفهم من السيركل متاعي. وخاطر نعرف كمية التضحيات اللي تعدى بها اي اتليت. نحكيو انا بريباراسيون شامبيونات دافريك وشامبيونات داراب والكل دوم عامين. نحكيو على ألعاب أولمبية راهي تدوم 4 سنين وراهو مشروع بطل أولمبي ياخو وقت وياخو برشا مجهود وياخو قدس تضحيات. فهمت. هذوما أهم حاجات. هذوما أهم حاجات لازم الإنسان يعرفهم. خاطر كيف ما حكيت لك السبور هذاما هما اللي يخليونا معناها عبرة لكل واحد يحب يوصل. به مهم. يكون عبره، ولكن اللي يظلمك ويشوف فيك اليوم وبش يسمع تصريحك شنو تحب تقول له؟ والله ما حبيتش تكون معناها نيجاتيف الحكاية خاطر أنا ديما نحسها بوزيتيف معناها
كل حاجة كاتبها لنا ربي لازمنا نرضاو بها. اكيد أما الحمد لله على كل الحمد شيء، لله. لكن اكيد فما آه. حاجه من داخل تحب توصلها للي خلى الشونجمون هذايا مهم. وللي ظلمك في وقت من الاوقات بعد الحكايه اللي حكيتها معناها على الحكة الكرياتين معناها. دونك شنية رسالتك ليه اليوم؟ نقول له يعطيك الصحة، خاطر خرجت فيا أقوى فيرسيون فيا. مانيش باش نكون في جوابي سلمي برشا، أما هو اللي خرج لي أقوى فيرسيون تتخيل، ومازال ترى الفيرسيونات، ومازال الطريق متواصل إن شاء الله. به بخلاف انك مواصل في مشوارك الرياضي الا انك زاده ما قصتيش على قرايتك، أكيد. على عكس برشا رياضيين اللي معناها في مهم. مختلف الرياضات، مش كان حتى في الالعاب الفرديه، حتى في فما. الالعاب الجماعيه زاده. فما برشا رياضيين يخير المشوار الرياضي مهم. على انه يكمل زاده ما بين الزوج، ما بين المشوار الرياضي والمشوار الدراسي. هي صعيبة شوي، أما لازمك تخمم زاد. صعيبه فاش في انه الريجيم مثلا تاع القرايه نتاعنا في تونس ما يشجعكش انك تكمل تقرا وتكمل في السبور نتاعك، مهم. والا صعيبه حتى في المورال وفي المونتال زاده في الزوز. والله بطبيعتك دخلت السبور نتاع فورس، راهو المورال والمونتال ديما تريني فيه، كل يوم تريني فيه. معناه نحكيو زيادة باش تكون موفق بين قرايتك، وانا ديجا نعمل اونلاين كوتشنج. يعني الحكاية زادة حكاية طويلة زادة على حكاية الاونلاين كوتشنج، كيفاش بديت وكيفاش وصلت، قدمت مجهود وصلت، خرجت ابطال كيفي زاد. مهم. خرجت ابطال افريقيا، خرجت ابطال تونس، خرجت عبيد طايح في ركورات افريقيا وانا مازلت اتليت. معناها نحكيو على حرب نفسيه بينك وبين اللي تريني فيهم، معناها دي الزاتليت نتاعك، وبين قرايتك. معناها نحكيو لنا على حاجه قويه برشا. بالنسبه للعباية متعرفش تنجم تقول لهم شنو تقرا بالضبط اليوم؟ اي نقرا الكتروميكانيك كهرباء او الكتروميكانيك كراهب يعني وان شاء الله على قريب نتخرج ونكملوا في المشوار الرياضي معناه باكثر معناه باكثر تركيز، خاطر تحب ولا تكره تجيك صفر، يجيك ستاجيات والكل، تولي ماذا بيك بالصفة عليك باش تبعد شوية على القراية. اما هاو كان جاري وفيها نجاري في اللحظة. وصلت والله هذه قبل، وصلت نهز في البورتفوليو متاعي في الصالة باش الريفز، وخاطر غدو عندي اكزاما ونترين. خاطر كان ما نتريناش مانيش باش نقدم مردود باهي في قراءتي. هذيك حاجة موجودة من داخل، خاطر نحكيو زاد على كارير أكثر من 10 سنين، كارير متاع رياضي، وتوصل للاحتراف. صعيب انك توصل. ايه في مسيرتك احترافيه ما شاء الله تحصلت على برشا القاب. مهم. ممكن العباد ما تعرفش، كنت تحكينا عن الالقاب اللي تحصلت عليهم معظمها واهمهم بالاحرى. اهمهم ترتيب يتسمى ترتيب سابع في حركة الديدليفت في بطولة العالم. تجاه نشوفوا في الميداليه اللي آه. موجوده من تيل. بعدها بطولة افريقيا وحطمت ارقام قياسية. مهم. بعد بعام اللي كان العام الصعيب هو اصعب عام، وباش نحكيو على الميداي متاعو اللي هو اللي هي هزيت فيها بطل افريقيا. بقيت 6 شهور مضروب في ظهري. وقت اللي مشيت للسنتر ميديكو سبورتيف نوجه له تحية الدكتور وجيه، مهم. قال لي راك باش ترسكي بروحك، قص على التحضير. ما كذبش عليك، عضيت على قلبي وقلت لازمني نجيبها الميداي هذه، على خاطر بقيت نستنى فيها برشا وتعبت برشا. نحنا معناه في الكلوب نتاعنا في المنيهلة ما نجمش نترينا، ما نكذبش عليك، ما نجمش نترينا في صالة ببليك، خاطر في صالة كوميرسيال ولا ببليك باش تخليني مانيش مرتاح نفسانيا. ماذا بينا اللي زاتليت يبداو معناها عندهم نفس الجولز مع بعضهم باش يوصلوا يحققوا معناها لميداي انترناسيونال والكل. أه وقتها فما عطلة متاع معناها هذه عطلة معناها صيفية متاع
الصالات العمومية معناها بتاع القاعات العمومية. اها. ما نكذبش عليك، وانا مضروب في ظهري النفسية مش هي. كيفاش وصلت قويت روحي؟ قلت عندك ميداي لازمك تلعب عليها، معناها باش توصل تسلم فيها امبوسيبل تسلم فيها. بقيت مضروب نعمل في التأهيل العضلي وحدي، ما نمشيش، معناها نعمل في الرهاب وحدي. الرهاب هذا هو انك بعد ما تتضرب ترتاح هك لفترة معينة، تولي تحاول ترجع بشوي 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 بشوي. كانت لي صعيبة وما سمعتش كلام الطبيب، مع احتراماتي للطب. صحيح فما حاجات من داخل ما نجمش نكونتروليها، متاع اصحابك ماشيين يلعبوا لازمك تمشي تلعب. عندك معناها اتليت معاك تترينا، عندك لازمك تسيبورتيها وتزيد تلعب معاه، خاطر طلعنا نلعبوا زوز. فهمت؟ كي طلعت نحكي على زوز انا والاتليت متاعي، اكيد معانا المنتخب والكل كامل. كانت لي صعيبة. وكعملت التصويرة فما هكا تصويرة معناها ورت للطبيب انه لازمني نحبس، معناها لازمني نوقف نرتاح نرتاح فترة معينة. الصيف ما حبستش، كملت في الصيف اونتريمون رحمة عليه. أه... نعاود نتدرب قبل بثلاثة جمعات. صاير البي متاعك مقصوصة والآمال معلقة عليك في ميزانك. تجي باش تقولهم معناها راني تضربت، خليت السر هذا بيني وبين روحي، أو بعد بعامين بريسك باش نحكيها. مضروب وما حكيت لحتى واحد، خاطر عندي حلمة وأمنت بروحي. ومشيت ولعبت وهزيت الميداي وانت مضروب بالضربه ذيك. وعملت ريكورد أفريقي. وما بعد الركور افريقي. عملت زوز ريكورد أفريقي اللي هو في التوتال وفي السكوات. وشنو كانت نتيجه اللي عملته ذي كل؟ نتيجة شنو؟ النتيجه نتاعو معناها طبيا على بدنك معناها. الحمد لله ارتحت بعدها أسبوعين. ما اثرتش عليك يعني اي ما أثرتش. هو باهي. الحمد لله تعدت سلامات. مهم. أما ما ننصحش العباد. تو نحنا نحكيو في سبور متاع قوة وريسك كبير انك تخسر صحتك. لازم تعرف كيف تكنترولي روحك، يعني رد بيك تبعني، خاطر كل واحد يعيش في قصته وكل واحد بطل قصته. هذه بالنسبه يعني تعتبر اغلى ميداليه اغلى حصلت ميدالية، عليها في تيلت مسيرتك. اغلى ميدالية قلت زاد انك زاد اون باراليل انك تعمل كوتش اون لين. مهم. كيفاش اليوم تنجم توفق ما بين الكوتش اون لين وما بين حياتك الدراسيه وحياتك زاد الرياضيه؟ وي. صعيبة. ديجا حتى صحابي والعباد اللي قراب لي يقول لي كيفاش تنجم توفق. ديجا اللي ترانيو عندي يقول لي كيفاش توفق بينات هذا وهذا وهذا. راو توصل. انا وصلت في يوم ما في اخر كومبيتيسيون، ديجا الكوب هذيك اللي هزيتها بس مهم. لفتر، وصلت الاقوى ليفل اني نوصل نتحكم في المونتال متاع لي زاتليت متاعي اللي ترانيو عندي، وفرد وقت نتحكم في المونتال متاعي. معايا إنسانة ربي فضلها هي اللي خلتني نكون أقوى من قبل. زاد على خاطر زاد كأتليت تستحق تكون مورال، معناها مهم. عندك المورال وعندك شكون يفهمك زاد. خاطر مش بالسهل انه يفهمك انسان وانت في في ليفل طالع. فهمت؟ نتحكم في لي مونتال متاع لي زاتليت متاعي، وفرد وقت المونتال متاعي، خاطر عندي مسؤولية عباد. نحكي على عباد زادة تلعب في ليفل قوي، يتسمى ليفل قوي بارابور الوضعية الموجودة في تونس ولا في الأفريق ولا في، معناها نحكيو على عباد باش توصل زادة طايح ركورات. مسؤول عليهم. تبدأ مسؤول على طفلة، مسؤول على معناها طفل اللي ترينا عندك، وهذا باش مربوط الحكاية اني نوصل نجاري لهم، نبدأ نسأل فيهم على قرايتهم باش توصل تتحكم لهم في اللي معناه في المونتال متاعهم،
وتوصل أنت زادة تعطي لروحك الوقت باش توصل لأعز performance عندك في العام. لازمك كل competition راك تهبط تزيد في الشارج، معناه تعمل PR جدد، أرقام قياسية شخصية وإلا إفريقية وإلا حتى وطنية، فهمت؟ باهي، شنو هي الاستحقاقات القادمة اللي تستنى فيك في المستقبل القريب؟ إن شاء الله حاجة. عنا تو بطولة تونس اللي هي تتسمى قوية زادة ترشيحية للبطولة إفريقيا، مهم. ولا تحب نحكيو على دولية؟ كيف نبدأ بالمحلية وصولا إلى المحلية دولية. عنا بطولة تونس بعد شهر رمضان إن شاء الله، واللي هي باش تكون زادة ترشيحية للبطولة إفريقيا والبطولات الدولية، معناها حسب السكور متاعك شنو يجيبك، اسكو تمشي تلعب بطولة عالم ولا تمشي تلعب بطولة إفريقيا ولا أي تورنوا انترناسيونال. مهم. و وبطولة إفريقيا إن شاء الله باش تصير في تونس في أي شهر بالضبط؟ نورمالمون نوفمبر، آخر أكتوبر نوفمبر مهم. إن شاء الله. وبطولة العالم تتسمى في جوان. إذا كان واحد يخلط ويعطي لو ماكس متاعو ويلقى معناها السيبورت صحيح، كيك سوا ماديا ولا حتى معنويا من داخل، انه يكمل يحضر لها، ولازمك ديما حاضر خاطر انتي جندي، والجندي لازم يكون ديما حاضر. هذا هو. به الحقيقة استمتعنا معك اليوم بالحوار أكيد، ونتمنى لك كل التوفيق في قادم المشوار الرياضي، ونتمنى زاد رياضيين الشبان يتفرجوا في الحلقة، واللي مغروم ياخذ فكرة على رياضة زاد الباور ليفتينج اللي حتى ما عندوش فكرة عليها أكيد، ولا اليوم يفرق ما بين الباور ليفتينج والرياضة زاد رفع الأثقال، واللي يحب أكيد يوصل. أنت أكيد ستكون معناها مثال يحتذى به في الوصول للبوديوم. نخلي لك كلمة الختام الياس للجماهير اللي تتفرج فيك أكيد. نشكرك على الاستضافة، نشكر بودجين اللي هو السبونسور اوفيسيال متاعنا، نشكر اي سبونسور وقف معايا في معناها في المسيرة الرياضية متاعي. نشكر امباكت اللي هي سبونسور متاعي في لي سوبليمون. نشكر جمعيتي على راسهم نور الحسناوي اللي هو صديقنا في المسيرة، بريسك في المسيرة الكل. به، ولهنا تنتهي حلقتنا من بودكاست بوديوم، وأكيد باش نلتقيو يعني في حلقة جديدة مع ضيف جديد وبطل من أبطالنا في مختلف الرياضات. في الأمان.